ازيك يا خالد؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله يا احمد، انت عامل إيه ايه؟ الاخبار؟ زي كل الفل سنه وانت والله. طيب، وانت رمضان طيب. كريم عليك. حبيبي حبيبي. يا رب دايما يا رب. بص يا خالد، فكره البودكاست بتاعنا ده ان احنا عايزين نبقى مرجع لاي سيلز يخش يعمل سيرش على شركه سكوير، يفهم كل تفاصيل الشركه، تمام. بيمنت بلان، اسعار، نظام سداد، مين سابقة الاعمال، صاحب الشركه، المطور، كل حاجه تخص الشركه عايزين نتكلم فيها النهارده. عايزين نقدم حلقه مفيده، مش عايزين نتكلم في أي حاجه وخلاص. تمام. حلو. حلو. جاهز؟ جاهز. نبدا. يلا بينا. ماشي. قول لي بقى مين هي شركة سكوير وبقالكوا قد ايه في الماركت، وكلمني كده اكتر عن الشركة كسابقة اعمال ومطور والحاجات دي. طيب خليني اقول لك الاول قوه سكويرز في ايه. قوه سكويرز انها فاميلي بزنس، احنا بادئين من اكتر من 25 سنه. تمام. تمام. الاونرز بتوعنا هم ثلاثه. باشمهندس طلعت جرجيوس، وباشمهندس هاني جرجيوس، وباشمهندس مينا ماهر صاحب شركه الماهر للمولات. تمام. تمام. طيب خلينا نتكلم عن كل واحد لوحده. تمام. باشمهندس طلعت جرجيوس هو اونر شركه هاوس بيلدينج. هاوس بيلدينج دي موجوده من السبعينات، حاليا على ارض الواقع واحنا بنتكلم مسلمين اكتر من 1000 اسره، اكتر من 350 عماره سكنيه ما بين مدينه نصر، مصر الجديده، التجمع، سواء في اللوتس، بيت وطن، الاندلس، الياسمين، البنفسج، الحاجات دي كلها. في 1000 عميل استلم منكم لحد دلوقتي؟ 1000 اسره عايشين على ارض الواقع في العمارات السكنيه بتاعتي. تمام. في مدينه نصر ومصر الجديده طبعا بتكون ابراج سكنيه ارضي و11 دور. انت عارف ان دي حاجة قوية جدا بتطمن العملاء، خصوصا لما بنكون بنتكلم على حاجة تحت الانشاء. مظبوط. فكون ان الشركة ليها سابقة اعمال كبيرة دي حاجة لازم نظبط عليها، عشان لما انت تبقى مسلم 1000 اسرة ده سي في لوحده. مظبوط، ده حقيقي. فانا عندي النو هاو بتاع ان انا ابني حاجات سكنيه زي المشروع الجديد بتاعنا طبعا. وقدرت ان انا اسكن الاسر على ارض الواقع دلوقتي، بلس ان انا عندي التشطيبات الداخليه الخارجيه بتاعه العماير محترمه جدا. تمام. حاجات ممكن ننزل نشوفها على ارض الواقع دلوقتي. تمام. ده بالنسبه لباشمهندس طلعت جرجيوس. نخش على باشمهندس هاني جرجيوس، هو اونر لشركه اسمها جايد ديفلوبمنتس، نفس الفكره بتاعت هاوس بيلدينج. برضو متقسمه بين مدينه نصر ومصر الجديده والتجمع. تمام. الحاجات دي كلها ساكنه وعايشه دلوقتي واحنا بنتكلم انا وانت. بلس ان هو اونر لشركه ان سي بي. ان سي بي على ارض الواقع عندها كومباوند فالنسيا في التجمع، هو كونستراكتد بنسبه كبيره جدا. فانا عندي النو هاو بتاع الجزء بتاع الكومباوندز، وفي نفس الوقت الجزء بتاع العمارات. بلس ان احنا لينا دلوقتي مول في زاكر حسين خلصان على ارض الواقع وشغال دلوقتي. وهاوس بيلدينج برضو ليها جزء ككونستراكشنز في الكويت، غير شركه الماهر للمقاولات اللي هي بتبني لي. يعني هاوس بيلدينج اصلا شركه مقاولات بتبني لنفسها. شركه الماهر للمقاولات دخلت معايا دلوقتي في المشروع بتاعي بتاع سيج بتاع العاصمه الاداريه الجديده في ده الار 8. حلو قوي. انتوا دلوقتي اخر مشروع طرحينه الشركة هو مشروع في العاصمة الإدارية الجديدة في الار 8. مظبوط. طب عايز اعرف منك بقى الاول، فكره قسط 17000 جنيه تقدر تمتلك استوديو، و40000 جنيه شقه 3 غرف وده مش قسط، ده انت تدفع 40000 جنيه تاخد شقه 3 غرف، دي بتعملوها ازاي؟ هقول لك على حاجه. احنا دلوقتي لما عملنا ماركت ستادي الفتره اللي فاتت دي في العاصمه الاداريه في القريط، دورنا على النيد بتاعه العميل، هو محتاج ايه عشان يشتري معايا. ده غير حته ان انا شركه تقيله في الماركت، فانا بوفر له، بكمل له الباكج بتاعته، ان انا بديله قسط مناسب ليه يقدر من خلاله ان هو يتعاقد على اي وحده سكنيه عندي، سواء استوديو لغايه الفيلات عندي في المشروع. ايوه بس ده ما بتاخدوش مقدمات خالص، صفر. من غير مقدمات خالص. صفر على 10 سنين. يعني انا دلوقتي مظبوط. عميل مهتم بواحده 3 غرف، اجي ادفع لشركه سكوير 40000 جنيه مقدم، وزيهم كل اول شهر على 10 سنين تسلموني وحده في الار 8 جوه كومباوند 3 غرف. ده بجد؟ مظبوط، ده بجد وموجود مش عندي مش فيك يعني؟ لا لا، مش فيك، واقل من 40000 جنيه كمان. طب كلمني بقى عن تفاصيل الكومباوند، مين شركاء النجاح، فين في الار 8، بيتميز نفسك ازاي في الديستنيشن دي، لان فيها مطورين تقال جدا. خلي في بالك الار 8 دلوقتي بقى فيها مطورين تقال، وفي برضه في العاصمه كعاصمه دلوقتي اخر مشروع نزل بالم هيلز. فانت ازاي قادر تميز نفسك في وسط المطورين دي؟ تمام. هقول لك الاول، انا لما نزلت في القريط اخترت لوكيشن مميز قوي. انا في قطعه ام 6 في العاصمه الاداريه في القريط. تاني قطعه ارض بالظبط من المحور المركزي الداخلي للار 8، بلس ان انا رابع قطعه ارض من المحور الخارجي للار 8 اللي هو ما بيني وبين المستثمرين. حلو. تمام. طيب انا جنبي بالظبط مثلث الخدمات. مثلث الخدمات انت بتكون عارف بيكون فيه مول تجاري، خدمي، بنزينه، مدرسه، الحاجات دي كلها. فانا قريب من الخدمات الخارجيه، بلس ان الاكسسبيليتي بتاعتي للكومباوند سهله جدا، لان قطعه ارض مش داخلي على محور رئيسي. بلس ان انا عندي الخدمات الداخليه بتاعت الكومباوند.
انا الماستر بلان بتاعتي اللي عاملها لي باشمهندس محمد حافظ، هو طبعا عارف اشتراطات جهاز العاصمه، بلس ان نسبه التحميل في التقسيمات الداخليه للشقق عندي انا بهتم بيها بتكون قليله جدا، بلس ان انا عندي التقسيمات بتاعت الشقق محترمه جدا بتكون مربعه. كل الشقق عندي بنتكلم، مش كل الشقق، بنتكلم 80% من الشقق عندي على فيوهات، و100% من الفيلات عندي على فيوهات لاجون ولاندسكيب. مشروع عندك فيلات وشقق؟ مظبوط، انا باني على 18.5% بس، مقسم ال 18.5% دي 60% عمارات و40% فيلات. طب ده حلو قوي. طيب كلمني عن الاسعار بقى، دي اكتر حاجه بتهم العميل. احنا قلنا نظام السداد، بصراحه ده احسن نظام سداد انا سمعته في الفتره الحاليه في الماركت. ان انت النهارده مش بتاخد من العميل مقدم وبتفرد له على 10 سنين بصفر في المية يدفع قسطك ويمضي عقد، دي حاجه كويسه جدا. بس يا رب ما يكونش بقى تحت منها اسعار بتخلي ان الموضوع اوفر. يعني ايه الاسعار بقى عندكم؟ الاسعار بتبدا من كام؟ طيب خليني اقول لك المساحات الاول. التايبز اللي موجوده في المشروع الاول، انت عندك استوديو، مظبوط. 1 بيدروم، 2 بيدروم، 3 بيدروم، صح. دوبلكسات، فيلات. انواع مظبوط. الفيلات اللي عندك ايه؟ عندي تاون هاوسز بس. تاون هاوسز بس؟ مظبوط، تاون هاوسز تمام. بس. تمام. عن الاسعار عندك بقى بتستارت من كام؟ طيب انا عندي الوان بدروم، او خلينا نتكلم على الاستوديو الاول. الاستوديو من اول 53 متر، تمام، ده ستارتنج من اول 2 مليون 100. 2 مليون 100. مظبوط. تمام، بنطلع بعدها لل 70 متر. 70 متر 2 مليون 500. تمام. طيب خلينا نتكلم على القسط بتاعها على البيمنت العاديه، ولا نتكلم على المساحات بالاسعار كتوتال اماونت؟ كتوتال. طيب حلو جدا. عندي احنا وصلنا للون بيدروم عندي 70 متر ب 2 مليون 500. التو بيدروم عندي 112 متر، تقسيمتها تحفه، دي ب 3 مليون 800. تمام. بنوصل لغايه ال 130 متر بعدها. 130 متر خلينا ما نتكلمش عنها عشان هي قليله جدا، بتفتح شقه كل فين وفين. تمام. فتقسيمات التو بيدروم عندي 112 متر. الثري بيدروم من اول 145 متر ب 4 مليون ونص، وده سعر حلو قوي على البيمنت دي. تمام. وعندي مساحات 4 بيدروم من اول 211 متر و258 متر، 4 بيدروم فلات مش دوبلكسات. تمام. بنتكلم في 6 مليون 900، ده ستارتنج برايس بتاعه. امم. تمام. و8 مليون ونص طبعا ال 258 متر. طيب انا يعني انا عشان عارف ان انت شاطر، تمام، حبيبي. يعني وحضرتك في كذا شركه واشتغلنا مع بعض كتير، وعارف ان انت مش بتنزل في اي شركه وخلاص. فايه اللي شدك في شركه سكوير، واللي يشد العميل برضو ان هو يشتري في شركه سكوير؟ لان الار 8 دلوقتي يعني فيها مطورين كتير، فيها اسعار حلوه، فيها بيمنت بلان حلوه، وفرصه لاي عميل بيستثمر بيدور على سكن. هي مميزه اكتر من الار 7، وانت اكيد عارف بحاجه زي كده. مظبوط. فاحنا عايزين نعرف ايه اللي يميز شركه سكوير بالتحديد. انا ليه اسيب الماركت كله، تمام، واجي اشتري معاك؟ طيب هقول لك اول حاجه، انا لما بقعد ميتنج مع الكلاينت عندي في الشركه، انا بنفسي بقول له اسال عني في جهاز العاصمه. تمام. روح اطمن عليا في جهاز العاصمه، وخد نسخه من الاوراق بتاعتي، الاوراق القانونيه بتاعت الشركه واوراق الارض. تمام. طيب دي اول نقطه بتطمن الكلاينت، مش اي حد بيخليه يروح يسال في جهاز العاصمه، لان جهاز العاصمه سهل جدا ان هو يقول لك لا المطور ده مش ملتزم سواء ماديا او بالاوراق القانونيه. تمام. تمام. طيب تاني حاجه بعدها، انا دلوقتي على ارض الواقع. كنا نزلنا شهر 3 اللي فات، شهر 3 2025، بمشروعين. مشروع في ام يو 23، والمشروع التاني في الداون تاون. تمام. طيب المشروعين دول على ارض الواقع. اللي في الام يو 23 دلوقتي خلاص خلصنا حفر فيه وبنعمل البيزمنت بتاعه. تمام. طيب تاني مشروع اللي في الداون تاون كان فيه راتش او حاجات انت عارف اللي موجوده في الداون تاون على ردم ارتفاع على دورين. الاراضي. مظبوط، على ارتفاع دورين. احنا سوينا الارض، عملنا اعمال جسات التربه، ودلوقتي بدانا حفر فيه. احنا بنتكلم شهر 3 اللي فات، يعني بنتكلم في حوالي 11 شهر او حاجه، 10 ما شهور شاء الله. 11 شهر. طبعا كان فيهم كمان الفتره اللي انتوا استخلصتوا فيها الاوراق الرسميه، يعني مش بتبقى بتدي شغل على طول. مظبوط. تمام. فاحنا الحمد لله في جهاز العاصمه ملتزمين ماديا وقانونيا، وعلى ارض الواقع احنا معانا شركه الماهر للمقاولات، هي مقاول فئه الف في الدوله، داخله مع شركه سي تي ايج، وداخله مع الشركه المصريه السعوديه في كونستراكشنز. فببساطه كده لما بقول مقاول فئه الف في الدوله، هي اعلى درجه مقاولات في الدوله، بيخش مع الدوله سواء في المشاريع الحكوميه بتاعتها او مع الشركات، او الشركات اللي زي سي تي ايج والشركه المصريه السعوديه، الشركات اللي هي بتكون حكوميه بس بتبيع عادي جدا للعملاء. تمام. فهو بيخش معاهم ككونستراكشنز، والحمد لله مسلم اكتر من حاجه على ارض الواقع. تمام. فعشان كده انا المشروعين اللي هم في الداون تاون وفي ام 23 كونستراكشنز كويسه جدا لغايه دلوقتي في الفتره الزمنيه دي. بلس ان احنا سيج لما نزلنا بيه عملوا ماركت ستادي حلوه قوي، يعني شفنا اللي حوالينا بيبيع بكام. ما بعتش باقل سعر من غير جوده، لا انا ببيع لك باقل سعر بكواليتي حلوه قوي، فعشان كده بقول عليها افضل سعر مش اقل سعر. دي حاجه كويسه.
طيب عايز اسالك سؤال مهم جدا. انت لو هتشتري لنفسك، لو انت بتشتري لنفسك انت تمام. كسيلز جوه الشركه، عايز تختار لنفسك وحده مميزه جوه المشروع، تمام، وتشتريها، ايه الوحده اللي انت هتارجتها ان انت تخلص فيها دلوقتي، ترفع سماعه التليفون دلوقتي عندكم في الشركه وتقول لهم اقفلوا لي اليونت دي انا خلاص اشتريتها، وهتدفع نظام السداد بتاعها عامل ازاي؟ طيب هقول لك على حاجه. هو احنا خلينا نتكلم عن انظمه السداد الاول تمام. قبل الوحده. طيب انا عندي كده كده غير الزيرو في المية على 10 سنين، انا عندي 12 سنه. حلو. تمام، لان حاليا الار 8 عشان تقدر ان انت تبيع فيها بشكل كويس جدا، وتقدر ان انت تدي العملاء افضل مده سداد بمقدمات محترمه جدا، انا نزلت ب 12% مقدم على 12 سنه اقساط. تمام، دي موجودة عندي، وعندي برضه على 10 سنين بمقدمات، دي للعميل اللي هو بيدور على مقدم وقسط قليل في نفس الوقت، وبديله ديسكاونت على ال 10 سنين. حلو. تمام، يعني انت مش بتاخد بنفس السعر اللي انا قلته من شويه، اللي هو التو بيدروم مثلا ب 3 مليون 800، بديلك نسبه خصم بتبدا من اول 5% وعندك حلو قوي. 10%. تمام. طيب انا لو هاخد يونت لنفسي انا كخالد عندنا في المشروع، انا ممكن اخد 3 بيدروم، لان انت مثلا، بس بعيدا عن نظام السداد نرجع للزيرو في المية على 10 سنين. حسبة القسط بتاعها اللي هو اللي ب 4 مليون ونص مثلا 145 متر، بتدفع 38,000 جنيه كل شهر. مم. 38,000 جنيه في الشهر على 10 سنين من غير أي دفعات في النص أو أي حاجة. من غير مقدم، من غير دفعات، ادفع 38,000 جنيه استلم شقه 3 غرف. من أول شهر لغاية آخر شهر من في العشر اول شهر سنين. لحد اخر شهر. مظبوط. تمام. انا اتشرفت جدا بيك يا خالد، حبيبي. وانبسطت جدا بالحلقه دي، وان شاء الله اي عميل هيبقى حابب رقمك هيكون رقمك ظاهر معانا في الفيديو ويتواصل معاك دايركت. تمام كل حبيبي سنه يا وانت أحمد، طيب، وأنت وان شاء الله طيب. نعمل شغل كويس مع بعض. اتشرفت بيك جدا حبيبي يا أحمد شكرا. حبيبي.